هذاك مع غضايتين اي وشان عليك اسبريسو تريجر يا ولد ولا يقول هذا النحله يبا زراديه عندنا ابوي حاط عليها مناكير. صور محمد كل ما جبت زراديه محمد يبي يعلمنا مهاره تخيل الكرات. ويجينا عامل بعد فتره دائما نجيبه كهرباء ابو الكرات. ويطلع فوضيه حقتنا. هذا النحل جاء عشان الجهنميه وردت. ابوي قال جبها لا اكثر بس يبي الاشياء الاشياء بعد شهرين جانا ثاني مره. ترى عبد الرحمن تحصلها هنا الخليه. اللي كنا رجعت اول كانت هي الخليه. لا ما هي موجوده هذه كانت 3 خلايا تشوفونها. 3 خلايا بس هاجرتها وخلتها. وين الفرق؟ كان في خليه هنا. 16 زياده زاد عليه مساعدة يا يبيلها بالنهار. زياده يا رب. كان اخذتها من الدرج وبكره لا صار عليك عجز تحطها. ابوي فاصلين واحد ماخذ 7 ريال من الكاشير. تخيل شايفينه بالكاميرات يستاهل. هذا بد نفسه على 7 ريال بعد. لا هذا حمار اقول عشان اذا جاء عجز ولا نكبه. لا حتى العجز عليه نظام. يا المسمار قال انت لي بس ترى معيط. فك اللي فوق. فيه 2 فوق. محمد عضه فيه هنا كلبسات. شوفها. هذه القاعدة خالد. انت فك اللي فوق اول شيء. دي هذا انفك في كلبس المفروض انه يطلع. فك المسامير اللي فوق كيف تفكه؟ يطلع خالد اللي فوق ما له دخل فوق. هذا اتوقع تسحب بس على ذيك من تحت. تحت واسحب على فوق. تسحب على تحت. زين فك كلبسات هذا. هذا ما بس له بفك دخل. المسمار. طلع المسامير واسحبه على تحت. يا اخي هذا لازم ينفك اللي فوق. شلون تفك؟ يلا بفك خلاص. انت تشوفه من هنا تحسب تشوفه مع الجنب تعرف انه كله مع بعض. طالع مع الجنب. غريب. اي شوف هنا قطعة واحدة. اي قطعة واحدة. والله اوف. درجة عاد ليه مو كويس؟ في سكروب ثاني عبد الرحمن جيبه. هذا مجيب المسمار نفسه. جيب سكروب هذاك الامريكي. روح عبد الرحمن. وين؟ بغرفتي بالعدة. اسمع بعد شو اسمه؟ هذه شيء ما تشتغل. محمد اليوم يعلمني كيف مهارات باب الكراج. كيف تسوي ريست. ليه ما يشتغل فلاش؟ خليه اكيد هنا بس شوف وين. والله اني بالنهار اشغل لهم المروحة ورشرش مويه بالدورات. يا اخر مرة شفت كورة يمكن قبل 5 سنوات. بنصر راس اول واحد يجي يسوي بيه كاميرا. من هو عبد الرحمن عبد الله ولا محمد؟ اول واحد. بمقلب فيهم اول ما يجون هنا بضرب خلية النحل تقرص. يا طلع ايمك كذا. وينك من اول تروح الحاري اللي هنا؟ صح انك اخوي. لا تهيج الخلية حتى ضرب خليها تطير علينا. طيرت. دقيقة حيوان. الناس نايمة يا شباب.
الناس نايمة. رديت البيت الناس. رجعت. اسمع هي خلية بيت الجيران. طلعت الشارع. يلا شغلها. طيب ما عندك ضغيط؟ في سكروب الامريكي. ما في اللي جاي. ما في مغناطيس هذا. هذا في مغناطيس داخل بس مو رضيع. هذا هسه في مغناطيس. هذا ليه متجمع وخر ليكون ملك هذه، ولا يبون يسوون خلية هنا على اللمبة. من الجماعات هنا. عبد الرحمن شغل فلاش شغل. ما عندي جوال. محمد نور فلاش على هنا على هذا بشوف لي من الجماعات. جوال طيب. اوه يا عمي. تعال عبد الله فلاش قوي فاضل. ذاك يوم اقول لك طف الدينامو تدري ليه؟ جيت اطفي يوم انت طفيت الدينامو وجيت ذيك المره ما هجم عليك؟ لا كانوا كثير صح ذاك يوم. ذاك اليوم كانوا واجد بس عادي جيت وطفيت الدين. انا سمير مفكن بس قمت من انا ورسلت عبد الله قلت له طف الدينامو. الحين المسمارين فكيت الاربعه كلهم. اثنين اللي تحت نفكر. وكيف يطلع؟ الفوق ما له دخل. اقل شيء. لا الفوق مسكات كيف تفتح الباب بدون. طيب هذا الاول. هذا فيه قطن. هذا وش اللي داخل؟ ايه ريش ومدري ايش. وخر فك. الحين هذا نفك. عطني فكرك يلا. ها باقي واحد. اول ما اعرف كيف اشد وكيف افك عرفت. إيه؟ ابوي علمني الله يرحمه قال جيب هذا الفك يسار عليك يلا بصلحه. واذا شديته خلاص صلحته. صرت بعدها احفظ يسار فك ويمين شد يلا بصلحه خلاص خلصت. الحين 4 مسيرين نفك. خلاص طلع الحين ما يطلع. فك الكلبس. هذا القاعدة خالي. هذه كلبس ماسك. لا هذه ثابتة بالجدار انا خالي. ابي الغطا بس. هي كلبس للغطا. ها شوفها. ايوه وضح اسف. شوف خالي من دقيقة فوق. شوف فوق وش فيه. المسمار طلع بس وشه مو راضي. لازم تطالعه يمسك. طيب ما في خالي مغناطيس السكروب خربان. فك الاخ شيء هو يطلع ما فكيته خالي. شوف وين داخل متثبت داخل. لو فكيته ما يمسك ماسك هذا الحين. فك بعد فك دقيقة. رجع يمين يسار. اللي فوق دقيقة خالي حتى هذا ناشف. لا هذا فات مفتوح بس اللي فوق هذاك. اللي فوق رجع يمين يسار من النص. وخر فك انت ما تفتح شيء. هاي وين ساكن الحين 220. لا مبسوط ما انت فاك تو يفك. تعال الحين طلع. لازم توصل ذي. لا تقطعها خلاص. هذه حق اللمبة. لا والله هذه الشريحة خايف بس امسكها ثانية. فك الشريحة. لا خايف لا تفصل خلها. يلا امسكها بس امسكها ثانية. الحين معك نت؟ ما ادري شلون معك. هو له زر احمر. اوكي. مو احمر هذا.
بس لو الكهرباء بس السلام. دقيقة خليني امسك صور. يخلى 3 اسئله. وزر طارق. بقوة كل التراب. أول مرة يفكر. العلبة من داخل خالي من فوق نفسه. وين الزر هذا؟ ايه أعلق عليه؟ ايه خلي نشوف يطلع صوت في زرين أضغطهم مع بعض. انا ما بجاه. ابو دازي اللي يقول عندك. علقت عليه الاثنين. لا واحد خالي. الحين اليمين ولا اليسار؟ فكيت نت حمو. هذه وين راح؟ ترى عليت. هذه الله يلعنها هبلت. 1 2 3 4. ايه 4 3 2 1. هذا شفت المقطع ذاك اليوم. انا شفته سويت حق بيته. هذا الأحمر أضغط عليه أعلق. دقيقة بتأكد وش تسوي بالضبط. انت تبغى تلعب بها. ضغطت الأحمر. بس هو اتوقع نفس الكراج ما يدور. علقت عليه. جيب هاتوا لي برغي عشان نشد هذا. هذا شلون؟ ازرق احمر تظل معلق عليه لين يقوم يكبس احمر. تقوم اللمبه اللي شو اسمه تكبس احمر. ايه اللمبه يمكن مفصوله. طيب وين الريموت؟ معك خالي ريموت؟ علق عليه مده كم دقيقه؟ لين يقوم يكبس. الحين افصل يمكن يكبس بس اللمبه مفصوله. بس عطني الريموت. الريموت ظل معلق على رقم. لا هذا يفصل الكهرباء عنه تو. هذا زر الأحمر. طلع صوت تو. انت هذا عندي. ايه ترى يختلف يمكن ضغط كذا. لا هذا ايش يقول؟ شوف عطني الريموت. الحين بس طفه وشغله. سوي ريستارت. طيب ظل معلق على الزر خالي. الأحمر. ايه اتوقع لازم يترك الزر. خلاص فك الزر خالي. معقول مفصول امان نرجع نسويه. اضغط ارفع عليه وشوف ارفع. لا هاك خلاص. زين الحين ارفع. كيف؟ ارفع قوم. الحين ارفع قوم. ما ينفع والله ما ينفع. شيله تحت. خلاص ما ينفع. شيله ما عليك. افتح انا عليك. شوف جرب الريموت. اي الحين ايوه بالله عبد الله في بالعده او جنبها علبه حقت براغي. خلنا نضبط هذا نشدها. سمير تحت خلاص. ها؟ راح انت. لا شو مسمار
عشان الدقمة اضغطها اقدر اضغطها ما اقدر اضغطها من هنا. شلون اسمه؟ راجع عليه بالريو. طيب شلون؟ يلا هاتوه عبد الله بالله هات. هو يوم مسلمه خالي صقر صلح اشتغل. ما ادري هات البرغي انا شوف صح. الحين هذا واضح. هات علبة البراغي ما عليك. هذه قديمة ايام الكرسي. لا فهد لا صدق ما لها كم. ايام الكرسي دان ابراهيم وخالد ابوي جلدنا. حاطها هنا بس بالحوش نبي نسرقها فضيناها. والغابي خالد لا في الدركسون ندف انا ابراهيم دوب ولا بالكرات. الابوي يصحى من النوم. الزبان انا ابراهيم خالد ما يدري ايش السالفه ماسك الدركسون. يلا دفوا الابوي فات عليه الباب يبكسه. اول شلون ابوي الله يرحمه نسرق سيارته ندفها لين اخر حاره ونشغلها عشان ما يسمع الصوت. مره كان مدخلها بالحوش جاء ابراهيم وخالد وانا نبي نسرقها فتحنا الكراج دف ابراهيم. خالد راكب وانا ابراهيم ندف. هلا صدمنا الباب عاد نبي نرجعها. احنا تورطنا الحين نبي نرجعها ما نقدر على الطلعه. خالد يقول دف وانا ابراهيم شوفنا ابوي هجينا. ايوه اشباح. امسك. انت ليه ما جبت العلبه؟ صور. ليه ما جبت العلبه كامل؟ ما يركب. اي صغيره. ما يدري ليه ريموت الجراج فيه 4 أزرار. رقم 1 افتح فيه الباب هذا افتح فيه الباب الثاني رقم على ايه جراج الشارع. بس صار فلوق ذا يا ولد. كم دقيقة وصل؟ بنزل اليوتيوب خالي 17 دقيقة. هنا دقيقتين. وقف اذا هذا وقف. نجربه. يلا يقول ضب. شوف اضغط اشوف كيف صار. اضغط اخوي. اي اضغط. ايه انا قبل اسبوع فاتحه كويس. نجرب بعد ما حطينا هذه اللوحه. ايه الدقمه هذه ايه والله محترق خالي حتى ما يطلع صوت. رجعت فيوز خالي اللي وسط عبود ولا لا؟ دقيقة ولا في كهرباء. ما لقيت هذيك شكله فيوز يبغى فيوز 10. طيب اضغط الزر نفسه شوف يسوي ولا لا. اي زر؟ اللي ركبناه تو. لا اللي ركبناه. ايوه فكت اللوحة. ايه صار يضغط كويس. تدري ايش توصل؟ صار يضغط زين. عطني مثلا. شوف بتجيب فيوز 10 يمكن.
هذا ايش فيه؟ جرب بالريموت. جربته وما يجي. نحلة تجي عليهم. يمكن زرها ما. لا تروح على السيارة حايدك. هذا رابط فيه سجارة غبي يربط بحديد. من اللي مسويها؟ سويق. انه عدتي الفيوز حقتها هاي. اتوقع يشغل واصلة ولا محترق؟ امسك عشان لا يطق عليهم. حط له علبة. خذوني النية يعلموني كيف اصلح الباب الريموت. طلع ما عندهم طلعت انا مسوي. تذكرون ذاك اليوم يوم سويت اللمبة وانجرحت من هنا، بعدين اشتمت وانتفخت معي، بعدين رجعت. شوفوا كيف صار اصبعي مايل مو نفس الصبع الثاني. شوف الصبع الثاني يعني من يوم مسوي فاهم انجليزي جالس. شوف وش المشكلة. متكسر. ذبحني خمول بعد ببحث دواء كيف اعالج الخمول. طلعت عفشي كله اللي هنا اسوي برتب اغير النظام ونمت. تكسرت اكمل. قلت بكره ليه جيت اكمل. جلست اقرا بعدها نمت. صحيت بعدها الله يستر الله يستر. غمضوا عيونكم غمضوا عيونكم. وش هو إيه. يقولون فضل بالرياض مريض وقد أعياه الكسل والخمول، أما من طبيب يداويه فيقوم ويصول ويجول ويرتب غرفته حتى لا. وش هذا؟ هذه وش هذه؟ أنا طلعت معاي هذه بطني هذه كذا ما كانت موجودة أول. تو صار سنة كذا طلعت معاي نفس هذا. من يعرف إنجليزي؟ وش الحالة هذه؟ والتيب أوف سكين سكين ليسيونز are seen in skin. نفس هذه والله نفس هذه. لازم أعرف وش هو المشكلة. شو هنا كاتبين؟ اللي يعرف إنجليزي يكتب لي بالردود. نفس مشكلتي أنا.
أنا طلعت بجسمي نفس كذا، لا هو بهاق ولا هو وحم ولا شيء، مدري وش. يدع جيد. بس طالع هنا مدري ايش كرز. ويت تسمع جوز ضبطوا لها راسها ولا وش، صفروا لها خشمها ولا كيف. مسوي عملية تجميل شكلها. شو شكلها أول؟ هذا أول A B C D. كيف A B C D؟ كان شكل خشمها هنا ما أدري وش فيه. سووا لها عمليات صارت زي كذا. واضح ان الجايزة هذه كانت شو اسمه، كانت جميلة. ياد هذا مو كتاب، ما شاء الله هذا الكتاب. مسوي سروال موشم له سروال وفنينة ستيانات أعوذ بالله، مش سروال وستيانات عشان ما تلبس على طول تمشي. لا حول الله، شو هذا ايش فيه؟ والله اني ايش هذا؟ سيكورتوس بلس. جوزيف مورلي. يوسف، ترى اسمه يوسف. جوزيف يعني يوسف. ماشي، هذا كتاب لازم فوق 16، فوق 19، فوق 20 بعد. في مراهقين بعد 20. هذا بين 41 فوق. كان في أشياء. أنا بهذا خليه هناك بالزاوية. سحبت هذا، شلت كمبيوتر، كان هنا كمبيوتر، اللابتوب والكمبيوتر بخليه هنا. هذه تصير مكتب اللابتوب والكمبيوتر. أوه. كيف بحطها هنا. هذه بشيلها العدة برا، بس جبتها عشان بصلح هذه. كل ما بركب هذه بس ما عندي سلم. البلدية صدقوا السلم. قبل كم يوم جيت للبيت لقيتهم مقفلين البيبان، رحت اخذته، كان بالسيب حق هذا، سيب حق المستأجرين السلم. اخذت السلم وطلعت بالشارع، ركبت السلم وطمرت للبيت. قلت خلني ادخل الدورات. اول ما اطلع من الدورة اروح للشارع اجيب السلم، وانا بالدورات اسمع صوت البلدية وقفت، اسمع صوتهم يوم يشيلون السلم. قهروني والله، قهروني. هذه مايلة.
أسقي بذوري. يا بذرة المد نعرف الحصد وش حصيله، وشد المال عد المال وشد حبال البنت الحمايل. من بذرة المد نعرف الحصد وش حصيله، ولا يغرك يا اخوي زين الردوف وحلو الجدايل. بنت رجال تعز رجال لو كانت هبيله. شبه الشاعر. هذه ايش جابها هنا؟ خلنا نغرس يمكن تطلع. شبه الشاعر الزوجة بالبذرة. يعني تزرع شمرية ما تطلع لك واحدة أمريكية. ما تولد لك عيال أمريكان، تولد لك عيال خوالهم شمر. فزي كذا شبه الشاعر يقول من بذرة المد نعرف الحصد وش حصيله، عد المال وشد حبال البنت الحمايل. من بذرة المد نعرف الحصد وش حصيله، لا يغرك يا اخوي زين ردوف وحلو الجدايل. بنت رجال تعز رجال لو كانت هبيله. يعني خذ لك وحده هبيله وبنت حمايل، بس لا تاخذ لك دكتورة وخواج وأهلها خواجات أمريكية ولا أجنبية. كذا يقصد الشاعر. هنا في كتب ناقصة وين؟ يلا بعد الترتيب نشوف وشو أبدأ. أركب الساعة. هذه قبل باقي بعد. قال الشاعر، وش قال الشاعر؟ قال ماني رفيقك اللي يدلك على الرذايل، لاني صديقك اللي يزلك للرذيل. اخذني خويك لا بغيت بالدلايل، الفعل المراجل. خذني خويك لا بغيت بالدلايل، الفعل المراجل. ماني بعاجز ولا مستحيل اتوقع. ما سألت اللي حكم مكاني وش هو قايل، ولاني بدربه ولاني بسربه محديله. 4 7 أبي تذكرها دون حايل، صفا حياتك ولحظة منها ما تشيلها. لولا ربي ياخذ ويعطي بالجمايل. سبح باسمه واذكر واستغفر. والله نسيتها، اليوم اسمعكم اياها كاملة بس موجودة هي بجوالي ثاني. وسبح بحمده ولحده غيره ترتجي له. رجعت عشانه. هيا بين الكومستان، هيا لنعرف الحقيقة. من قريب منكم يجي يساعدني. أهم شي بدلة الضابط هذه لا تخرب، خل نشيلها. تدرون هذه وشو الكسر هذا؟ من وشو؟ وش سبب الكسر هذا؟ هذه الشجرة هي اللي كسرتها. عروقة مو عروقة. أول ما أخوي بلط الحوش كان هنا، كنت حاط لها حوض، كانت صغيرة يعني متر أو مترين طولها. أخوي بلط الحوش والغى المزرعة، كانت مزرعة هنا، والغاها ورماها بالشارع. وانا جيت وهاوشت العمال، قلت ليه تلغونها ورجعها. حطيتها بحوض ورجعتها. جاء اخوي انت ايش فيك على العمال؟ قلت شجرتي ليه ترمونها؟ قال حبيبي ما نبي شجر بالبيت، في برا حاط لك احفر، بخلي لك حفرة تزرع فيها. خلالي هذا سوالي هذه، يقول هذه ازرع فيها. لا يا حبيبي ابيها داخل. وتهاوش انا وياه
ورفض يروح يرميها مرة ثانية، وأنا أزعل قلت الله يلعن اللي يسكن معاك بالبيت. جاني هنا قال ايش عندك؟ وأنا أخذ المطقة قلت الله يلعن اللي يسكن بالبيت ويكسر. قلت خلاص ما بي شيء، بكسرها، حتى هذا بلاط ما به. ازعجت أنا بلطت الحوش وزعجته. هي جميل. الكلام هذا متى قبل 12 سنة. قال خلاص بحفر لك حفرة وتحطها فيها. الحين أنا ما أعرف أرتب غير أطلع كل شيء برا. هذا الجوانب حقاته ما ركبته، صار لها يمكن حول 4 شهور، كل يوم ما أجل متكسر بركبها الحين. أنا عرفت إيش دواء الخمول والكسل، هذا الصندوق الذهبي، هذا عشان تعيش حياة وردية. هذا هو دواء الخمول والكسل. إذا كنت خاملا وكسلان عليك أن تشرب كأسان من المر لا تحليه. شلون أنا أقول إيش عندهم شغلين الدري. دواء الكسل والخمول. ما يحتاج فوار لي، لأن هو موية حارة، لازم موية يعني حارة نوعا ما، لا هي حارة ولا هي بارد، يعني سخنة على قولة إخواننا المصريين، موية سخنة. من كثر ما يسرقون ولاعاتي، أنا ما أشتري إلا ولاعات صفر. كل يوم سارقين واحدة، بس أنا دائما أسرق ولاعات ومسدس حقاتهم عشان أشتغل فيها أعمال فنية. كافي على قولة حماسنا راح ينكسر. أنا شوف عبيت موية عادية، أنا ما بيعبي موية باردة عشان ما ينكسر، راح ينكسر من الحار الباردة على طول ينكسر، تكسر خلاص، ماليش دعوة. مش أنا اللي كسرت. نسوي ذيب، مو صبيت فيه حارة، قلت ماني حاطه على طول الباردة ينكسر، خلني أحط موية عادية بعدين باردة. رحت كسرت. إذ كنت عاجزا وذا كسل وخمول فلا عليك إلا تشرب كأسا. والله ماليش دعوة يا ريس، مش يا الله يا الله، وش ذي المصيبة يا البومي. الألبوم انكسر. الباب سكر، الباب سكر، هذا ما له رجل.
أهم شي هذا. راح كأس الإلحان، كأس الإلحان والغناء. بس هذا أصلي فخار هذا ما كلش. أوه حتى هذا انكسر، ناوي يحطه بمكتبتي. لا مكتبة ولا لحم. وش هذا دم ولا شاني؟ اشرب شاني على شاني، اشرب شاني على شاني. يا خلاص تنظيف آخر شيء، أول شيء الترتيب بعده. هذه مشكلة اللي يشتغل وهو متكسر قبل يتنشط. دام الطاولة طاحت. وين المزاز؟ وداعني كسل ويا خمول. سوف أشرب من سيد المفعول لكي يتنشط وأصول وأجول. اللي يستخدم متى ما يبيها تنشف، لا تعتمد على الكرتون بس، لا حط باين كذا عشان ما يدخل هواء. كذا سكرها كذا خلاص. ثاني شيء كذا قفلها كذا، قفلها كذا عشان وشو كيف الثقيل يصير تحت والخفيف فوق كذا. لأن أنا مركب لها راس مولة عشان كذا تميل، شكلها عيد توب يبيلها ملعقة. بالهنا والشفا عليك يا فاضل، اضرب لك برشام وقوم واشتغل. يا سلام،
أنا مميل الراس وش شوي. خلاص خلوا عادي. في ناس يصبون مويه بعدين يطلعون المويه يقولون تنظف، اصلا من تنظفه خلاص المفعول يروح نص. نعطيها واحدة. هذه جاب لي اياها هدية أهلي العنزي الفدعاني ابن مهيد، والله كفو. جدك مصوت بالعشاء وانت مصوت بالمتة. هاي هليل. جدك مصوت بالعشاء وانت مصوت بالمتة. هذا يجي افضل من هذا، هذا خزف، هذا فخار، بس هذا الكبير حق مخمخة صح، حق سهر هذاك. أول كنت مستشفى الأمير سلطان، في عندنا مريض معاق، مو معاق، مشلول. المهم شلل هو بالأطراف، وراح مرافق حقه، اللي صارت مشكلة بينه وبين مرافق وراح مرافق، وصرت أنا رافق عليه. والدكتور اللي دربه أنا كنت وشو شربت المتة هاي، خليته يشربها يصحصح، يصحى ما له نفس يروح للتمرين، أخليه يشرب كاسين ويروح. الدكتورة لاحظت عليه نشيط، استغربت نشاطه، قالت ما شاء الله مرافق الجديد هذا اللي معاك 100. قالت من راح مرافق القديم تغيرت يا بدر، صرت تدرب وصرت. عجاني يقول ما تدري انها من المتة. قال عاد هم من اهل الجنوب، قال فضل جيب لي كرتون، يمكن ما حصل بالجنوب. جبت له كرتون هذا البيضة وكرتونة خضرة وكرتونة الأحمر بيبر. بس أنا أفضل هذه البيضة. ترى ميسي ما يدخل الملعب غير يرجع له كاس كبير بعد. ميسي، دي ماريا، كاكا، منهم كثير لاعبين، سواريز، منه بعد كثير لاعبين يشربون متى قبل يدخلون الملعب. هذا الثالث ولا الثاني؟ هذا الثاني. يدرر للبول. كان في واحد عندنا بعد من المستشفى خليته يجربه، قال أنا عندي مشكلة، هو عنده تلف أعصاب، قال أنا عندي مشكلة بالبول، ما يدر البول، دايم شايل هذه. وقلت له هذا مدرر للبول، جربه. انبسط عليه، قال قصيمي، قال جيب لي كرتون. صرت المستشفى أروج متى. يقول والله يا فاضل بعد ما استخدمته، يقول أول ما يجيني إحساس بالبول، صرت أبول، وصار يجيني إحساس إذا جاء وقت البولة صار يجيني إحساس، أول ما يجيني إحساس ما أدري بنفسي. هيا بينا لكم استلان، هي في الحقيقة نشغل يكون خارب من لا كويس، بس ضرب صار 24 من الطيحة.
ايوه اكيد انت كويس. فترة استراحة خلاص نقلنا هذاك هناك. خلينا هذاك سوينا مساحة بالخلف، صار عندي مساحة كالمسجد، والزاوية هذيك المكتبة، مكتبة الكمبيوتر. باقي التلفاز عندي تلفاز بس يبيله تصريح. ورسيفر، في عندي رسيفر، وسلك عندي سلك بس ينقصني دش، أبصرق دش من فوق بس ما عندي درع عشان أثبت. يلا خلصنا نص الشغل باقي. خلصت كم؟ 10%، باقي 90%. 90% هذه الجهد تصفيط الملابس. يا الله أكره شغلة عندي، غسيل المواعين وتصفيط الملابس، أصعب مهمات. تنظيف الدجاجة قبل أكلها، قبل الطبخ. مالوكم يا الحريم. هذه أصعب 3 مهمات بحياتي. أنظف الدجاجة قبل الأطبخها، أغسل المواعين بعد الأكل، وصفط الملابس. يصح أشوفهم. هلا يما انتي فاكرة لما كنتي في المشفى ما حصلتش الكتب بتاعتي؟ في كتب ناقصة ما لقيتها، من دي اللي نظفت الغرفة. كتاب جواهر الأدب في لسان العرب. وفي كذا كتاب يمه. من هي اللي نظفت الغرفة يمه؟ نظفت الغرفة وحاستها. أمي يا أمي يا نور الشمس، يا بهجة قلبي اليوم وأمس. يما في كتاب كشف الظنون بعد ما لقيتهوش. هو دي من هي دي؟ ليلتها سودة اللي خدتهم. المشكلة عملتنا ما تعرف تقرا عربي، يعني ما ادري ايش تسوي فيه. أبصل على أمي اليوم. يما أهم حاجة كتاب جواهر الأدب عشان أعرف كيف أنظم الأدب، كيف أنظم الإنشاء، واكتب لك قصيدة. حكتب لك قصيدة يا ماما، بس رجعي لي كتابي. هو شو اسمه جواهر الأدب في لغة العرب ولا جواهر الأدب على لسان العرب؟ ايش رايكم؟ ذاك يوم فكرت ألف كتاب اسمه جواهر الأفكار.
في جواهر الأفكار في إثراء الابتكار. ايش رايكم؟ جواهر الأفكار في إثراء الابتكار. تتوقعون هذه شراخي ولا شمعة؟ حصلتها بين العفش، ما ادري، خايفة ولا حتطلع شراخي. من جد. انت شمعة تضوي دربي. انا اقول شغلي بطيء اليوم عشان يشتغل وانا ماني منطر. لا لا انت تطفي خلاص. متى تطفي؟ ايه هم كيف ذا. يا اخي ما حد قالك دمك ثقيل تطفيه ما يطفي على طول. شوف والله حركة حلوة. طب أخيرا شراخي شمع شراخي شمع شراخي شمع شراخي شمع. طع. ايش صار؟ أول مرة أشوف شمع زي كذا. والله شمعة. بس وش الشمعة هذه اللي على طول؟ حبيبي تو يو يا حبيبي هبيت يودير. كل عام وانتي بصحة وسلام. ليتي أقدر على المقادير وأهديك فرحي مع ابتسام. وأهديك فرحتي والابتسام. يا حبيبي هبيت يودير. كل عام وانتي صحة وسلامة. ليتي أقدر على المقادير وأهديك فرحي مع ابتسامة. انت شمعة تضوي دربي. انت ابويا وانت امي. اذا بالطول ما تحترق بسرعة. دي شمعة حبينا. يلا خلاص اترك الهزل وابدأ العمل. يا الله نتخلص. يبينا كاسة شاي. بسم الله ماني ماخذ لبتن هذا. اللبتن حقهم كبوس ما له طعم. إذا مو العلامة الصفراء. وين العزبة وين العزبة يا راجل العزبة فين؟ دحين هذه عزبة البر. من يعزمني على البر؟ عزبتي جاهزة.
يلا وين حطيت اللب؟ يلا نستثمر الوقت والجهد، نرجع بخشتين. قلبتني يا لبتني العلامة الصفراء. انت عادي. كتاب، هذا كتاب صفحة واحدة في المرة. بس كان بالمزرعة مطلعينه بالحوش، خمين كل كتبي مطلعينها بالحوش، وجاي المطر نصها راحت نصها رميتها، تقطعت من المطر. وين انت؟ أين أنت يا اللبتوني؟ شكلي برجع لكبوس، أنا مالي إلا كبوس. على الأقل الربيع، أذكر في عندي الربيع هنا. هذه شهادة الدكتوراه حقتي، شركة عديد، مندوب تسويق. بسم الله الرحمن الرحيم. شركة الترفيه العائلي، مندوب علاقات. كانوا مسجليني الترفيه العائلي، كانوا مسجليني مدير بالتأمينات، وسجلي مدير الشركة، شركة الترفيه العائلي. بس أنا كنت أشتغل هنا، كنت أشتغل بإيمان الطبية، شركة إيمان الطبية. الله يرحمه، هذا توفى اللي وقع. شركة ساليني أمبرجيلو، كنت أشتغل تيم ليدر. مرة ضحك علي واحد فلبيني، قال لي وش وظيفتك؟ قلت له تايم ليدر. تايم معناها الوقت، مدير الوقت. رئيس الوقت. كيف رئيس الوقت؟ ما أعرف أكتب إنجليزي. ما فرق بين التيم وبين التايم. شركة ذيب لتأجير السيارات، مساعد محاسب. هذا السيفي حق أبوي الله يرحمه. شهادة تدريب برنامج الأمن الصناعي، المؤسسة العامة للبترول والمعادن. شهادة تدريب الدفاع عن النفس، دورة تنمية مهارات أساسية لرجال الأمن. ورشة عمل مناقشة الأساليب الأمنية ومفهوم الأمن الصناعي. عريف مسلح بوحدة الفرسان بالحرس الوطني. مراقبة من شركة عويضة. رجل أمن بالمؤسسة العامة للبترول والمعادن. تطوع بالدفاع المدني، إنقاذ وإطفاء. حارس أمن ثم مشرف ثم مدير الأمن والسلامة بشركة اتصالات سعودية. مدرب أمن وسلامة في شركة هانك. وسام الأمن في وزارة الداخلية. شكر قيادة الدفاع المدني. شكر وزارة البرق. شكر شركة اتصالات في إنجاح الأمن. شكر اتصالات. هذا كل شوي من القلب.
انا غبي. هذه الصفحة مقلوبة، اقلبها واكمل ارجع نفس الموضوع، ارجع نفس الصفحة. هذا انا، هذه شيء متوسط اتوقع، قرآن تفسير. هذا انا يمكن تعسكري. شركة تدريب، ايش هذه شات؟ معهد الفاروق الثانوي التجاري له كمبيوتر أيام السكسوكة. إدارة المشروعات التجارية. يو بجوالي ولا 80 شهادة. أساسيات دراسة الجدوى. هذه محاسبة ومسك دفاتر. مصدرها حائل. تربية بدنية، تدريب تعاوني، سلوك وظيفي، تطبيقات محاسبية بالحاسبة، أعمال مصرفية، أصول محاسبة التكاليف، أصول محاسبة مالية، إنجليزية اتصال، كتابة قراءة، عربية نحو تحرير. والله فاشل أنا بالنحو، شوف 48 بالنحو، بس ذاك أول الحين الحمد لله تعلمت. أكثر مواد ماخذ فيها درجات مواد التركيز، اللي هي أعمال مصرفية محاسبية. أما اللغة الإنجليزية والله كويس، الاتصال والقراءة كويسة، كتابة 65. اللغة العربية 48 من 50. النحو أتوقع ما حضرت اختبار النهائي هذا، والقرآن ما حضرت اختبار نهائي. ترتيبي 101 من 333. هذه وش حاسبة لي؟ علاقات عامة. هذه إدارة أعمال، تسويق، محاسبة مالية، اقتصاد، أعمال مكتبية، إنجليزي استماع، كتابة قراءة. أكثر شيء ماخذ فيه درجات الاقتصاد والتسويق والعلاقات العامة أكثر درجات، والتربية الوطنية. شوف هنا كم ماخذ بالنحو، تطبيقات نحوية 78. إيه هذا كنت دافور وقت، كنت أخذ الثالث الثاني على الفصل. مساعد مهندس شركة أبو السامي. أيام السكسوك. احنا اشتغلنا جغرافيا اقتصادية، رياضيات تجارية، بيئة الأعمال، معالجة نصوص. المعالجة جغرافيا اقتصادية أفضل شيء، إنجليزي استماع 80. إيه أنا أنصت بس ما أعرف أكتب، أنا منصت بس. وين هذا باقي شهادة الدكتوراه وين؟
ملف شركة حرمية الدعاوي هاي، يكون فلاش موجود هنا. حرامي مكتب، حرامي سرق. ما حصلنا لابتوب يا نسون. يو بردة المويه الحين يا نسون بابونج. والله شكل مويه بارد من هاي التغطس هاي. له من شراب منعش. هذا الكوب هدانية واحد شهري، هو المبخرة وعطر. وهذا الكوب هدانية واحد عنزي، وهداني مع عطر بعد. اليانسون ترى والبابونج كلها تساعد إذا عندك أرق بالنوم. ما يحتاج تروح المستشفى تاخذ حبوب منوم ولا شيء. اشرب بابونج ولا يانسون ولا الاثنين معا على طول يروح الأرق وتنام. إلا إذا كان عندك وسواس قهري ولا انفجار الرأس، يا الله الله يكفيكم شر انفجار الرأس. طنين هذا إذا كان عندك مشكلة بالوتر السابع. يقول لي الطبيب عندك أنت الوتر السابع. قلت عادي عزازي، اخذ من عود اعزازي هو اخترع الوتر الخامس. الحين العود له 4 وتر، الخامس اخترعه فنان عزازي. أهم شيء هنا هذا مالي واحد نزل مالي دخل بالباقي. من بعد الخط الأزرق مالي دخل. يلا من تحت الخطة، ناقص بس سنتيات بسيطة، 2 سنتي 3 سنتي يروح. شكلي كنسل هذه. ما نجحت الخطة، كنسلت هذه حقت السرير، بس لازم اكنسل هذه. قلت عادي قدمها كذا يصير هذه هنا احط طاولة. شو اسوي كذا احسن، هنا الجلوس وهناك النوم.
وهناك إذا تكيت سهرت على الكمبيوتر. بس باقي تجيب التلفاز. والله عمل مرهق. هذا وجهة النظر في توضيح نخبة الفكر. وصلنا لهن 44 صفحة. أبي ريشة، تعرفون الريشة اللي يحطونها كذا عشان أعرف وين وصلت بدل هذه. حصل المسلم حطه معها. صح الحين فيها. تبخري تبخري. كذي مو يا باقي بس تصفيط وترتيب. فكرت هذه خليها مع الديكور هذاك فوقه تعطي شكل احسن. بس لازم افتح الفكة. شيل العدة، شيل العدة وهيا على جدة. يا الله تصفيت، كل ما اشوفه قلبي يوجعني. فين العدة؟ هيا على جدة. والله العدة شيل العدة هيا على جدة. محتاجة بالمزرعة. عندي طاولة نقص أرجل، بس اتركها كذا مشكلة. يجي واحد غبي مثلي ينسى ويدوس. ندور المستشفى الحين. كيف كذا أفضل صح؟ بس هذا يغير اللمبة هنا. هذه ما لقيت لها مكان. أخيرا أحط لمبة لونها أبيض أقوى تجي.
وين راح كرتون اللمبات؟ يا كرتون اللمبات. وين في لمبة بيضة؟ يلا يا المهمة الأقوى. هذا مكيف 20 كيف. المهمة الصعبة الحين. انتهينا. هذا النصر هنا. أهم شيء النصر. هذه التي عشان محمد نور. والله من 1417 بس عندي البيت يرمون. أنا أحب أحتفظ به كل الأطقم. في عندي بالمستودع 3 أو 4 كذا. هذه ما نلبسها. هذه ما نلبسها. خلاص هذه وينك يا نصري؟ وينك يا نصري يا حبيبي؟ أعشق هذا الحرف. زايد 3 بزرع 3 شجرات يصير 7,500,000 و3 شجرات. هذه السفريات الركان السوري. عاد فرعهم بسوريا عند أرضنا، نفس المسافة بين بيتنا وبين فرع سوريا عند أرضنا. يعني أركب من هنا دايركت. بسم الله، الصلاة والسلام على خالص. السلام عليكم. الله يجزاك خير.
لا أشرب بالبيت. الملابس اشغالاتنا الملابس عن الصلاة. عليك السلام. تاخذ وقت طلعت الملابس. بيبسي مانتش. يا هذه المزرعة ذكريات. هنا بزغ النجم فضل له. هنا مسقط رأس فضل له. هذه واشنطنية. ترى مشروع واشنطنية حلو. تشتري 2000 بذرة. نسبة نجاح البذور الواشنطنية يعني برياض كذا 98%. يعني 5000 بذرة تشتريها بكم؟ ب100 ريال. 200 ريال. 5000 بذرة يعني 98. يعني تقريبا 4500 بذرة. 4500 بذرة هذه تزرعها واشنطنيات وتعتني فيها لين يصير عمرها تصير متر كذا، متر يعني عمرها 1.5 سنة 2 تبيع الوحدة ب90 ب100 ريال الواشنطنية الوحدة. اضرب 100 ضرب 4500. مدة المشروع 2 سنين. يعني تدفع 200 بعد 2 سنين اضرب 100 90 قل 80 قل تكسر السوق تبيع ب50. 50 ضرب 4500 احسب كم. بس تحتاج مساحة كذا صغيرة، يعني مساحة 50 متر 100 متر 100 متر حلو. ايوه نرجع خلاص باقي بس هذولي نخلص. ايوه حبيبي السلام عليكم. انا موجود حبيبي سلايم مكتب 16 سوس فتريك دايلي حبيبي. ما في مشكلة حبيبي، تعال سوي وتروح حبيبي. انا موجود ورشة حبيبي، ما في مشكلة، على طول موجود. يا مدير انا مسكين، انا شغل سكرتي ما في مدير، انا بس الحمد لله. كلام يرحمك الله، ليه انت يسكت؟ ما في كلام يرحمك الله. مدير انا والله مسكين سكرتي، يبغى يصلح باب هذا ولا يشتري باب مستخدم، اي باب جديد ما في مشكلة، بس يبغى رخيص. ايوه حبيبي هذه مستخدم قديم ما عندك حبيبي. وبرضه في حبيبي انت تبغى اشتري بيبان هذا صار نقص، اي مكان انت هسه رخيص، لكن واحد باب 2 باب صار ما يحصل حبيبي رخيص. انا معلوم انا شغل حبيبي، انا كثير شغل حبيبي، 1 باب 2 باب انا شغل على طول. هذا كثير نفر معلوم مثلنا كيف شغل الحمد لله حبيبي. اوكي بس 1 باب صار قاري حبيبي. يا مدير انا سكن في بيت حوانشية، انا اروح مستشفى اروح سفر هم يجون يسرقون كتبي ومجلداتي واشعاري. ذاك اليوم لقيت قصيدة لي باسم المتنبي، ولقيت خالد الفيصل مرسل حرامي يسرق قصايدي. يا مدير انا لازم قفل باب، انا يطلع لازم قفل باب. هذا باب من كثر ما انا كسر خرب خشب هذا.
يا مدير يا مدير، انا سكن في بيت حوانشيه، انا اروح مستشفى، اروح سفر، هم يجون يسرقون كتبي ومجلداتي واشعاري. ذاك يوم لقيت قصيدة لي باسم المتنبي، ولقيت خالد الفيصل مرسل حرامي يسرق قصايدي. يا مدير، انا لازم قفل باب، انا يطلع لازم قفل باب، هذا باب من كثر ما انا كسر خرب خشب هذا. تعليمهم بالأكاديمية، تعليم اللغة الإنجليزية عندهم، وعندهم المدرسين من أهل اللغة، ومتوفر عندهم 20 مستوى دراسي. لماذا اختارت العرب المعلقات؟ هذا من باب الاختيار يعني. المعلقات القارئ أو الباحث في الشعر العربي يعني. السلام عليكم. تعرفون هذه شو اسمها؟ أدري في كذا واحد أقلية، يعني أقلية، الكل فكر إن اسمها طاقية، بس في كم واحد أقلية كذا زعلوا مدري ليه، يحسبون يقصدهم، أنا مقصدهم والله، مقصدهم والله، أنا أقصد هذه. اللي حلقون يلبسها كذا بعدين المكين، اللي يحلق نفسه، عرفتوا؟ هذه من أحد المهارات تعلمناها أيام كورونا. خلاص خلصت الحمد لله، ارتحت الحين. باقي وشو؟ نقصص الأظافر، نروح للحلاق، نحلق أنفسنا، ناخذ لنا دش ونجي عاد نبدأ. خلاص الحين الليل، النهار عمل، الليل علم. خلاص الساعة 6 إلا شوي. هذا واحد فيلسوف سألوه قالوا كيف أنت نجحت؟ قال أنا مقسم يومي 2، مقسم على قسمين، بالنهار عمل وبالمساء علم، يقرأ كتب وهذه يكتب بالليل، وبالنهار يعمل. فأنا ألهمتني الحكمة هذه. كيف جت كذا هنا؟ هذا الشاحن الطويل واصل، حط سبيكر هناك وجدول المهمات والمهمات المهمة. أنا دائما أقول المهمات المهمة ليه؟ في ناس ما يفرقون بين المهمة والمهمة، عشان يفرقون بينها. إيه يمكن أنزل لنا السلة كنسلتها لأن هناك بيصير مسجد، ما لها داعي حط سلة. اللي كانت هنا خليها مشتركة بين غرفة النوم بين الصالة. بسوي سطح، هذاك السطح حقي. الحوش هذا الحوش. المطبخ اسويه وين؟ اسويه هنا المطبخ عند الباب. عشان اذا صارت حريقة تورط صح. انا ابيه الا عشان اذا صارت حريقة اقطع ادفر الدفور عليهم، مالي دخل. خل بيتهم يحترق او شي غرفتي. لا بحطه هنا مطبخ شاي هنا، عادي اطبخ هنا، يمديني افقع. نقطة تجمع هناك، نقطة تجمع بس. والله يا هلاليين والله مقصدكم ترى بالطاقية، ادري في بعضكم زعلين، عارف نفس سبحان الله والله تشبهون نفس هذاك ابو اللي عينه ضيقة وزرقة، عرفتوه؟ مقصدكم يا هلالية، اقصد هذوليك إسرائيل أخذوا 2 فلسطين وعينهم ضيقة للحين.
كل واحد عينه زرقاء أعوذ بالله. والله مقصدكم والله. أدري. شوف هذاك. كم واحد هلالي يحسبني أقصده. بس هذه خلوا أبرر عن نفسي عن الموضوع هذا. واللي يعرفني بالانستغرام يعرفني أنا أدعم الهلال ودائما أحضر مبارياته إذا يلعب مع فريق من خارج الوطن، واحضر مبارياته بالمدرج الثاني إذا يلعب مع فريق وطني. والله أحبكم يا هلاليين، بس أنتم ما تحبوني. المهم أنا بقوم خلاص، الحين بيخلص النهار يخلص العمل ويجي الليل ونبدأ بالعلم. بدال أسجل لكم يوميا، بس هذه طويلة، ثرثرة طويلة، سأسر لكم طويلة بالطويلة والطويلات.